هذا قرآنكم، هذا قرآنكم. القرآن يدعو للعنف، للقتل، للكراهية. كفى، استيقظوا أنتم أنفسكم ضحية هذا الكتاب يا مسلمين. أنا لست عدوكم. يعني الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. هذا المدعو سلوان موميكا العراقي الذي ألحد وكان مناهضا للدين والإسلام، الذي أقدم كما تعلمون على حرق القرآن علنا في السويد أمام الكاميرات، وكان يتبجح بحرق القرآن الكريم ويستهزئ، وعمل أشياء يعني عمل فتنة في وقتها بين الفتنة وضجة، رغم نصح المسلمين له هناك في السويد ونصح الناس بأن القرآن، يا أخي أنت إيش علاقتك بالقرآن؟ إيش علاقة القرآن تروح تهينه وتحرق كلام الله سبحانه وتعالى؟ حتى لو ثم أنت مثلا ماخذ عندك عداء تجاه المسلمين، تجاه مثلا، إيش علاقة المسلمين بكتاب الله؟ يا أخي المسلمين شيء والقرآن شيء آخر. هذا القرآن الكريم الذي يدعو للتسامح، يدعو للصفاء، يدعو للمودة بين الناس. يا الله، هذا القرآن تهين القرآن وتلحد. طيب الحد في 60 داهية، الله لا يردك. من قال الحدت، لكن يعني انت على الأقل احترم المسلمين. يا أخي في مسلمين، في طائفة، في مكون أساسي في العالم مسلمين، على الأقل احترم مشاعرهم. تحرق أقدس مقدساتهم اللي هو القرآن الكريم، كتاب الله. لا حول ولا قوة. ولكنه أصر، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. هذا نعم قيل له اتق الله، لكنه لا، وللأسف استغل الأجواء، الحريات للأسف في السويد، وأقدم على هذا الشيء. ولكن الحمد لله، الله سبحانه وتعالى يقولون يمهل ولا يهمل، يهمل ولا يمهل. يعني أنت يوم قتل من أحد المسلمين هناك، يبون السويد السلطات هناك أحد من أهله يجي علشان ياخذه ويحفرون له قبر ويدفنونه فيه. تكلفة القبر هناك مع هذا يعني حوالي $5000. ما لقوا أحد. أعلنوا الشرطة، نبي أحد من أصدقائه من أهله يجي، ما في فائدة، ما في أحد. فهنا الحكومة السويدية تضطر لحرق الجثة في الفرن المركزي، يسمونه فرن مركزي. أنا إن شاء الله سأعرضه هنا في فرن مركزي حتى يتحول، وحرقه حتى يتحول إلى
كمية من الرماد. يا سبحان الله. وفعلا تم إدخاله في هذا الفرن وتم حرقه، أبدا ما حد سأل عنه. هذا جزاء الذي يعادي الله سبحانه وتعالى ويعادي كتاب الله سبحانه وتعالى. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى، وهذه نار الدنيا، فما بالك بنار الآخرة، فما بالك بنار الآخرة. انتظر يا سلوان موميكا، نار الآخرة أشد وأعظم، أشد وأعظم، وهذا جزاء الذي يعادي الله سبحانه وتعالى.